في يوم من الايام والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع مجموعه من الصحابه، يدخل عليه شاب ويقول له: يا رسول الله، انا عندي جنينه وعايز اعمل لها سور، بس في نخله بتاعت جاري موجوده في وسط السور ومش عارف اعمله بسببها، وعرضت على جاري ان اشتريها، رفض. طب اتنازل عنها، برضه رفض. وبما ان الشاب عايز حل لمشكلته، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب ان الجار يجي له علشان خاطر يسمع منه هو كمان. ويجي الجار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي الشاب قاله، والجار يقول له كل الكلام ده صح 100%. طب بيع له النخله؟ لا. طب اتنازل له عنها؟ برضه لا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عرض مغري جدا: سيب له النخله وتاخد قصادها نخله في الجنه، يمشي الراكب في ظلها 100 سنه. والمفاجاه ان الراجل بيرفض، والصحابه كلهم قاعدين مذهولين من رفضه. مين يرفض عرض زي ده؟ مين يرفض ان يبقى ليه نخله في الجنه؟ ده معناه انه مش هيدخل النار. وفي وسط حاله الصدمه والذهول اللي موجوده عند الصحابه، ينطق بطل الفزوره بتاعتنا ويسال النبي صلى الله عليه وسلم: لو انا اشتريت النخله دي واديتها للشاب، ليا نخله في الجنه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه ويقول له: اه. فيقول بطل الفزوره للراجل صاحب النخله: تعرف بستاني؟ فصاحب النخله يبص له ويقول له: طبعا، ومين في البلد ما يعرفوش؟ البستان اللي فيه 600 نخله، واللي فيه القصر الرهيب الجميل، واللي فيه بير الميه العذبه، واللي عليه سور كبير جدا، ده حتى كل تجار البلد بيتمنوا ياخدوا من التمر بتاعه. وبطل فزورتنا يقول له: تبيع النخله قصاد البستان بالقصر بالبير بالسور؟ وهنا صاحب النخله يبص للنبي صلى الله عليه وسلم وعينيه كلها ذهول، والصحابه مذهولين: معقول اللي بيسمعوه ده؟ بقى البستان بالقصر بالبير بالسور كل ده مقابل نخله؟ اكيد دي صفقه ناجحه جدا. ويوافق صاحب النخله ويشهد على البيعه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كلهم، وتتم البيعه. ويجي بطل الفزوره يسال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: كده انا ليا نخله في الجنه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا. ويتصدم بطل فزورتنا، بس النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه في ساعتها ويقول له ان العرض بتاع ربنا سبحانه وتعالى كان نخله مقابل نخله، وانت زيدت بكرمك على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو اكرم الاكرمين، ومن كرمه بقى ليك بساتين من نخل في الجنه انا ما اقدرش اعدها من كترها. ويقول له: كم من مداح الى، مش هينفع اقول لك اسم الفزوره تبوظ. وعلشان تبقى عارف هنا معنى كلمه مداح، هي النخلة اللي طرحة تمر كتير جدا لدرجة ان التمر تقيل عليها من كتره. ويفضل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر في الجملة اكتر من مرة لدرجة ان الصحابة اتعجبوا: معقول الراجل ده بقى عنده كل النخل وكل البساتين دي في الجنة؟ واتمنوا ان هم يكونوا مكانه. ويرجع بطل فزورتنا لمراته ويقول لها: انا بعت القصر والبستان وبير المية والسور وكل حاجة. ومراته تفرح جدا، عارفة ان جوزها شاطر في التجارة، وتقول له: بعتهم بكام؟ يقول لها: بعتهم بنخلة في الجنة. وتفرح جدا مراته وتقول له: ربح البيع ربح البيع ربح البيع. وانتهت فزورتنا. انا عارف هو مين، المهم انت تعرف هو مين.